انظر الخلل الكبير الذي حصل في كثير من الشباب والشابات في هذا الزمان عندما يمموا في القراءة والنظر إلى قراءة أخبار التافهين والتافهات وأشباه هؤلاء من الهمل، وأخذوا يقرؤون في قصصهم وأخبارهم كيف انحطوا انحطاطا شديدا وحصل فيهم انحرافات شديدة بسبب هذه القراءات. ولو أنهم توجهوا في قراءتهم ونظرهم إلى سير الأخيار وأخبار الأبرار من عباد الله سبحانه وتعالى لرأوا ثمرة ذلك. ولهذا يحتاج العبد في هذا الباب، باب تجديد الإيمان، أن يكون عنده ارتباط بأئمة الدين، أئمة الدين، حتى يقتدي بهم، حتى ينهج نهجهم، حتى يسلك سبيلهم، حتى يكون على منهاجهم. وهذا باب عظيم من أبواب تقوية الإيمان وتنميته في القلوب.